إدارة الوقت مش بس كورس، دي مهارة لو عرفتوا تسيطروا عليها هتفرق في حياتكم كتير جدًا. طب إيه اللي إحنا بنتعلمه أصلًا في كورس الtime management؟ أول حاجة بتحدد الأولويات بتاعتك، إيه المهم وابدأ بيه. تاني حاجة بتستخدم نظرية إن أنت بتذاكر 25 دقيقة وتريّح 5 دقايق أو نُص ساعة و5 دقايق على حسب أنت بتقدر تستوعب إيه. بس لازم تفصل بين كل فترة وفترة علشان تقدر إن أنت تكمل بنفس الإنتاجية وبنفس الطريقة. ولازم تفصل بين كل تاسك والتاني على الأقل حوالي نُص ساعة علشان تقدر إن أنت تكمل. طب تالت حاجة لازم تكتب الأهداف بشكل واضح وتكون محددة بوقت، يعني النهارده هاعمل إيه ومن الساعة كام للساعة كام عشان تكون مركّز. والجدول بتاعك لازم يكون منظم ومرتب يوازن بين شغلك أو راحتك أو دراستك وراحتك، لإن أنت مش آلة. بعدين بتشوف إيه الحاجات اللي أنت بتضيّع وقتك فيها وتبدأ إن أنت تبعد عنها، سواء كان موبايل أو إن أنت أو أي حاجات تانية زي مثلًا خروجة في نُص الأسبوع أو خروجة في اليوم اللي أنت محدد فيه التاسكات بتاعتك. لأ، خلّي الخروجة لوقت معيّن ويوم معيّن. بس خلّيك عارف إن لازم يكون عندك يوم في الأسبوع، يوم ده يوم إجازة ما تعملش فيه أي حاجة، هو مجرد مثلًا تخرج أو تقعد مع نفسك أو تقعد مع العيلة أو أي حاجة، غير إن أنت تذاكر فيه علشان تقدر إن أنت تنتج الأسبوع اللي بعده وتخطط كويس للأسبوع اللي بعده. والتاسكات بتاعتك قسّمها على حسب يومك ماشي إزاي. أنت وراك إيه في اليوم، وده بيختلف من شخص للتاني. ما تكترش في التاسكات بتاعتك، ابدأ بحاجات بسيطة أول أسبوع وهتلاقي نفسك مع الاستمرار أنت بتكتر على نفسك وبتبدأ عارف وبتكون عارف أنت هتعمل إيه بالضبط. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو الجاي.